المرورية التي تشهدها طريق سناد بيت اللكومي بمحافظة عمران، والتي يستفيد منها أكثر من 12 ألف نسمة، ويعتبر شريان لعدد من القرى، لكنه يعاني الإهمال. لهذا الطريق الممتد بين بيت القمل إلى سناد في قرية سويد بمحافظة عمران قصة من الألم والموت، فوحده قد التهم الكثير من الأرواح البشرية التي فاقت 30 نفسا بريئة السير عليه 70 مصابا، والرقم في ارتفاع ما دام المستفيدين من الطريق يتجاوزون 12 ألف نسمة، لكونه الشريان الوحيد والمهم لمجموعة قرى. يا الله يا الله يا الله يا رب يا الله. هذا الحادث يا أخي حق عبد الله هادي علي سعيد اللقومي، كان فوقها 4 منهم مرأة حامل ماتت والباقين جريح، ما بين 30 متر 40 متر إلا وهو حادث. هذا الحادث ضمن 32 حادث في طريق سناد بيت اللكومي، ضمن 32 حادث تقريبيا. هذا الحادث كان على متن السيارة هذه 12 شخص، 4 وفاة والباقين إصابات، نظرا لوعورة الطريق في هذه القرية. هزع بالنسبة للحادث حق الأخ بندر من أعلى الجبل إلى هنا. حدثنا عن الوفيات، كم الوفيات وكم المصابين؟ الوفيات بقعوا 7 أنفار، 6 ذكر و1 أنا. يعني كم كان على سيارة؟ يعني كان عليها 15 نفر، يعني استوفوا اللي توفوا 7 أنفار. هذا الحادث حق محمد يحيى أحد الحوادث 32 حادث من ضمنهن. كم هم المصابين وكم المتوفين يا أخي يوسف؟ 2 ماتوا و8 مصابين. 2 ماتوا و8 مصابين. أما الحديث عن الخسائر المادية فحدث ولا حرج، بين مركبات مختلفة وما تحمله على متنها، وبعمل دؤوب ومتواصل لتفادي هذه الكوارث من حوادث السير فيه، يجتهد أهالي القرى بإصلاحه وأعمال تصريف لمياه السيول في كل عام. لناشد السلطة المحلية والمحافظ والمنظمات الدولية ورجال الأعمال ومن في خير يعمل معنا في الطريق هذا، حيث قد مصابة صار فيها أكثر من 30 نفر و40 مصابين، فمن تعاون معنا فجزاه الله خير. نناشد السلطة المحلية بمحافظة عمران ممثلة بمحافظ المحافظة وصندوق الأشغال العامة والطرق ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والخيرين من أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج، بالنظر إلى معاناة أبناء منطقة سناد وبيت اللكومي والمرجلة وبيت العياني وقارة سويد وعدة قرى أخرى، حيث أن أبناء هذه المناطق يعانون من وعورة الطريق. وعورة صعوبة الطريق التي أدت إلى إسهاق أكثر من حوالي 30 شخص وافية وأكثر من 40 مصاب. نناشد الإخوة فاعلين الخير والمنظمات العاملة في المديرية بأن يتعاونوا معنا في إنجاز هذا المشروع الهام والطريق الذي تعتبر الشريان الوحيد لأبناء هذه المنطقة. حمود، ما قد عملتم بالنسبة للطريق هذا؟ هل بتتابعوا ماذا عملتوا؟ نعم إن شاء الله العمل مستمر، المتابعة مستمرة إلى حتى إصلاح الطريق. طيب بالنسبة للطريق سنة إلى بيت اللكومي ماذا تحتاج هذه الطريق؟ الطريق تحتاج يعني إلى توسعة وإلى جدار ساندة ورصف وتهبيد البوع المرتفعة. نتيجة لوعورة الطريق وخطورته، فهو يعتبر بمثابة مشقة للمواطنين الذي يكلفهم أعباء مالية كبيرة لمجرد أن أرادوا التسوق في مركز المديرية، كما أن المعاناة تطال المركبات التي تسير فيه، وذلك بإصابتها بأعطال وأضرار،
ويناشد الأهالي هنا الجهات المعنية في إصلاحه رحمة بالأهالي والسائقين.